تعالي بقى علشان أقولك ازاي تعرفي تعملي طاجن الكرشة بمزاج، وكمان هتعمليه بطريقة مختلفة. ممكن مش كل الناس تعرف الطريقة اللي أنا هعملها دي، بس بصراحة الطريقة دي أنا عارفاها من زمان، بس في مكون واحد هو اللي للأمانة أول مرة أعمله معاكم المرة دي، وهقولك ازاي تخليها مستوية ودايبة دوب، وزي ما احنا شايفينها كده اللون وكمان دايبة دوب. عايزة تحط لها تقلية أكتر من كده برضو هقولك ازاي. عايزة تخليها كده هنشوف. وهنشوف كمان بصي دايبة وبتتقطع بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت خالص، وفاتحة كمان وريحتها حلوة. وهحط لك كمان في صندوق الوصف ازاي تقدري تنضفي الكرشة لو هتجيبيها مش متنضفة. اول حاجه ده الكرشه بعد ما نضفتها وخلصتها خالص، انا جايباها كانت مش نضيفه خالص وانا نضفتها. تمام. حتى الممبار ده برضو ضاني، يعني الكرشه دي كرشه ضاني، وكمان الممبار ده ممبار الضاني، يعني كمان ممكن تقدري تعملي بيه سجق لو انت عايزه. تمام. احنا دلوقتي بقطعه التقطيع مثلا، يعني مش كبيره ومش صغيره، علشان خاطر هعمل الطريقه دي مش كل الناس ممكن تكون عارفاها، بس بصراحه الطريقه دي بتاعت اجدادي. تمام. يعني كنت أشوف تيتة زمان بتعمل تقول عليها كانت لواوي، ما اعرفش كل الناس عارفة الاسم ده والّا لأ. فكانت تلفّها كده، كنت أشوفها تلفّها كده. طبعًا لو أنتِ هتعملي الكرشة بالطريقة دي بالضبط، مش محتاجة إن أنتِ تقلبي الممبار زي ما هاوريكِ هاحط لِك اللينك في صندوق الوصف. لأ، بتقصيه بالمقص، تفتحيه بالمقص وتروحي تنضفيه وخلاص. تمام. ده برضه أنا قايلة إزاي نعمل كده في الفيديو التاني. بس وبعد كده بنربطه الربطة اللي إحنا شايفينها دي. تمام. هي مجرد ربطة والتانية وخلاص. عايزة تعمليه فيونكة ده برضه بمزاجِك. أنا ما عرفتش أعمل بالفيونكة عشان خاطر الجلافز طبعًا ناعم، وكمان الممبار ناعم خالص. تمام. أنا ربطته ربطة عادية خالص، لكن أنتِ لو عايزة تعمليه بالفيونكة دي برضه بتكون حاجة إيه، يعني حلوة كده شكليًا مش أكتر. بس. وبعد كده بعد ما هالِف كُلّه طبعًا بُصّوا زي ما إحنا شايفين كده لفّيته. الممبار طبعًا كان أقل من الكرشة، فما عملتش كُلّه، رُحت قطّعت بقى تقطيع صغيّر عادي بقية الكرشة. هنجيب دلوقتي معلقة من السمنة ونحط فيها بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين مفرومين عادي. تمام. متقطّعة أو مبشورة أو في الكَبّة زي ما أنتِ عايزة. بعد كده مش باخلّيها تحمّر جامد، عايزين التقلية تكون خفيفة. وبعد كده حطيت معلقة من التوم. وبعد كده بقى هاحط الكرشة. أنا باشوف ناس كتيرة جدًا بتسلق الكرشة، بصراحة أنا عمري في حياتي ما سلقت الكرشة، ولو كانت مثلًا هتلاقي فيها أي زفارة أو هالاقي فيها أي حاجة ما تعجبنيش في الأكل، طبعًا كنت هاسلقها على طول. بس طبعًا أنا غاسلاها غسل كويس جدًا ومنضفاها كويس جدًا ونقعاها حلو جدًا، وفي نفس الوقت كده ما فيش حاجة اسمها ليها أي ريحة زفارة أبدًا، أبدًا. بعد ما حطيت معلقة التوم وحطيتها برضه تشويحة صغيرة، حطيت الكرشة، وبعد كده هاحط الورق اللورا، وهاحط دلوقتي الفلفل الأسمر. تمام. طبعًا لسه ما حطيناش الكمون ولا الملح، طبعًا هي اسمها أصلًا كمونية، اللي يعرف برضه الكرشة بيتقال عليها كمونية. لو أنتِ حابة تسلقيها تمام اسلقيها، لكن أنا للأمانة أنا عمري في حياتي ما سلقتها خالص. بعد ما حطيت الفلفل الأسمر وحطيت الورق اللورا هاوطّي عليها وهاسيبها، هتنزّل المَيّة دي بتاعتها، وبعد كده أروح مولعة عليها. هنشوف دلوقتي هنعمل إيه لحد ما المَيّة تنشف خالص. جبت دلوقتي بقى الفشة دي أنا كنت عاملاها برضه قبل كده، وهانزّل لكم الوصفة بتاعتها في صندوق الوصف. بنحط دلوقتي بعد ما غسلتها ونقعتها كويس. باحط دلوقتي بُصّوا البيضة إزاي وشكلها حلو جدًا. حطيت معاها جزر وبصل وفلفل أسمر حصى، وكمان حطيت الملح علشان مغسولة كويس جدًا. بُصّوا المَيّة بتاعتها حلوة طبعًا، بس المَيّة دي في الآخر بنرميها. دلوقتي حطيت الكمون، وبعد كده جبت نُص كيلو من الطماطم الحمرا وفرمتها وصفيتها. لو أنتِ عايزة التقلية تكون كتيرة غير كده، تعملي إيه، تجيبي مثلًا كيلو طماطم. تمام. طبعًا أنا لمّا لقيتها خلاص داخلة على السِوَى حطيت الملح، وزي ما إحنا شايفين كده كانت الدسم بتاعها على الوش وجميل. بعد ما الفشة استوت طبعًا دي كلّها، طبعًا إحنا عارفين إن الفشة بتكِش خالص. تمام. هو ده المكون اللي أول مرّة أعمله. الفشة إن أنا أحطها في الكرشة، للأمانة دي أول مرّة أعملها، وبصراحة بأمانة الكرشة مع الفشة مع بعض طاجن كده تحفة، تحفة بجد حلوة أوي، أوي، أوي. بعد ما حطيتها ممكن خلاص إن أنتِ تحطيها كده في الكرشة تحطيها في الحلة ويعني تاخد بس غلوتين وخلاص. بس أنا حبيت إيه، إن أنا أحطها طاجن في الفرن، بصراحة دي برضه بتدّي طعم حلو جدًا، ولو عندِك جدًا كمان طاجن فخار يا ريت. طبعًا كل حاجة كانت مستوية، مجرد بس إن هي حطيتها في الفرن من غير ما أغطّي الطاجن خالص أو الصينية. يعني إيه، إن هي بس إيه اتشرّبت شوية في التقلية أكتر.
بُصّوا الرابطة اللي أنا ربطتها عادية جدًا، ومع ذلك بُصّي ما فكِّتش خالص، خالص، وطبعًا كانت وهي في الحلة باقلّبها كل شوية عادي خالص، تمام. السِوَى بتاعها بقى علشان خاطر التقلية ما تبقاش تعمل حرقان، ممكن كمان تحطّي معلقة صغيرة من السكر، وممكن لو مش عايزة تحطّي سكر، لو الطماطم فعلًا مسكّرة وحلوة مش محدّقة، بتوطّي عليها، تمام. بتستوي من غير ما تقعدي تحطّي مَيّة كتير، وترجعي بعد كده تحطّي فلفل أسمر علشان الحياء بتاعها يتضبط معاكِ. لأ مش محتاجة، بتوطّي عليها النار، بتستوي منها لنفسها، بتيجي في الآخر بتزوّديها المَيّة اللي على حسب بقى أنتِ عايزة. بس أنا بصراحة حبّيت أعملها من غير ما تكون فيها تقلية كتير زي ما إحنا شُفناها كده. بُصّي شكلها فاتح جدًا وجميلة ومستوية أوي، أوي، أوي. يعني تقدري تقولي عليها كده دايبة دوب. وبكده خلصت وصفتنا، وأتمنى تقولوا لي إيه رأيكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس.